فروحت رايح انبي. كان ساعتها ماسك الفريق كابتن هيثم شعبان. كلمني قال لي انا عايزك. قلت له ماشي يا كابتن. رحت قعدت مثلا حوالي سنه. بس انا المفروض عايز اروح على الدرجه الاولى. قال لي انت بقالك كتير يا جميل مش جاهز، فانت هتنزل تحت في الناشئين تلعب. بعد كده كان عندك كام سنه؟ 17 18؟ لا كده 20. لا كده 20 كده فريق 93. انا فاضل لي سنتين والفرقه بقى هتتلغي وياخدوا 5 فوق مع الدرجه الاولى الناشئين والباقي باي باي. المهم انا كنت موجود. لقيت خلاص السنه خلصت، فهياخدوا 5 في الدرجه الاولى. كان ساعتها كهربا ورفعت وصالح بيلعبوا بره، ففي 2 كنت انا ولاعيب اسمه شريف ديابو معروف بيلعب في الدوري المصري. المهم احنا الاثنين هنبقى موجودين فوق مع ال3 دول. فلقيت كابتن عبد الناصر محمد قال لي جميل جابوا اسمه ايه، مين؟ طارق العشري. كان ساعتها ماسك اهلي بني غازي فراجع. فقال لهم انا مش عايز الاثنين دول. فراح جاب مين من الزمالك؟ مين تفتكر 2012 مين راح من بصفقه كبيره قوي؟ هو صاحبك لسه متكلمين عليه، صلاح سليمان واحمد جعفر. 2013 صح 2012 اخر 2012 بس صح سليمان جاب الاثنين دول. ساعتها كابتن طارق العشري اصلا ما بيحبش الناشئين. قال لك انا عايز لعيبه كبيره، فاضل لي يومين يا عايز انجز. فاضل لي يومين وكده هيقفل. اروح فين واجي منين؟ طب يا جدعان انتوا بتهزروا يا جماعه. هو مستقبل اللعيب الكوره كده في ثانيه بالنسبه لكم في قرار او لا يمشي يا جماعه. احسبوها بالعقل. انا لما هبطل اليومين دول هروح فين؟ النوادي كلها خلصت، هبطل كوره يعني ولا انا اعمل ايه؟ طبعا هم مش هاممهم، النوادي ما بيتهمهاش للاسف ان اللعيب يبطل او ما يبطلش. هو مش قصته، انا قصتي انا عايز ايه دلوقتي. لكن اللعيب هو يغور في 60 ده. فدي بالنسبه لي كانت الضربه الثانيه بعد دجله.